السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل صحة وأحسن حال. النهاردة جاية لكم بيوم جديد وفيديو جديد، بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا يا ريت تنزلي تحطي لي اللايك والشير والاشتراك في القناة، تفعيل الزر الأحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجي عليه ويوصلك إشعار بيه. يلا بينا كده نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف الجولة اللي أنا هعملها لكم إن شاء الله في الشقة بتاعتنا. زي ما انتم شايفين دخلنا كده من الباب، وريتكم طبعا السلم ووريتكم الشارع من بره، وزي ما انتم شايفين كده ده المجلس بتاع الضيوف. طبعا عملت لكم روتينات فيه قبل كده، فزي ما انتم شايفين اهو يا حبايبي حاطين فيه طبعا القعده العربي دي او المجلس العربي ده طبعا للضيوف، والشاشه والستاره ديت طبعا كانت عندي في الشقه اللي فوق. لو حضرتوا معايا الشقه اللي انا كنت قاعده فيها فوق سيبناها ونزلنا تحت كده في الشقه اللي تحت، لان طبعا كنا مشطبين المجلس اللي هو ده، وهو بس اللي كان متشطب، فقلنا بالمرة نشطب بقية الشقة بدل ما الضيوف تجينا واحنا فوق والضيوف تقعد هنا وافضل طالعة ونازلة بالصواني كده. لا، ننزل تحت ويكون احنا كده مننا للضيوف للشارع كله قريب من بعض. فزي ما انتم شايفين ده المجلس اهو، والبوابة في وسط المجلس، وفي غرفة جنبها اهو يا حبايبي. بحب طبعا اوضح لكم كل حاجة. انا كده واقفة على الباب اللي بدخلني على الريسبشن على بقية الشقة. فزي ما انتم شايفين لو متابعيني من البداية، المجلس ده اساسا كان مكانه ومكان البوابة ومكان الغرفة اللي جنب الكراسي دي كان محلات. فاحنا قفلناهم كده وصبناهم ودخلناهم تبع البيت وخليناهم اللي هو يكون مجلس ويكون غرفة كده للضيوف. زي ما انتم شايفين ده الشارع اهو، وده الزرع بتاعنا برضو، وحوض كده حاطينه كده سبيل لأي حد معدي. وده الزرع التاني، عايزة اقول لكم ان هو كبر وبقى جميل جدا. فزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي ده الشارع اهو. كده دخلت برضو من البوابة، وادي الغرفة جنب الكارثة على طول. انا مش هصور الغرفة لان الغرفة فاضية وما فيهاش اي حاجة، فيها حمام وبس. كده دخلت على الريسبشن اهو زي ما انتم شايفين ده الريسبشن، ودي الاضاءة الهادية، وده برضو اضاءة هادية كده في الجنب زي ما انتم شايفين كده. وده الباب قفلته كده، البوابة اللي في الوش دي ده الباب اللي بودع على المجلس اللي بره. دي الركنة كده او الريسبشن بتاعي اهو. فتحت لكم الاضاءة وحبيت برضو اوريكم الشغل اللي احنا عملناه في السقف اهو. برضو عملنا الشغل ده كله جديد. احنا كنا في الشقة اللي فوق فنزلنا على تحت بعد ما ظبطنا الدنيا، لان طبعا يا حبايبي الشقة ديت في البداية كانت على المحارة بس، احنا اللي عملنا الدهانات واحنا اللي سرمكنا وظبطنا الدنيا. بس في البداية كان المجلس بس هو اللي متشطب، وكان الضيوف بتجيلنا فيه. فقلنا بدل ما نفضل نازلين طالعين للضيوف فقلنا ننزل تحت احسن. زي ما انتم شايفين ده الباب اللي بيدخلني على المجلس، انا قافلاه كده عشان كان في ناس جت. وزي ما انتم شايفين ده الريسبشن، ودي الاضاءة طبعا عملناها. والريسبشن يا حبايبي ما كانش بالحجم ده، لا كان ديت غرفة وجنبها حمام. يعني كانت الغرفة لحد الشباك، والشباك ده كان مكانه حمام. دخلنا طبعا الحمام في الغرفة واصبح ان هو ريسبشن. فزي ما انتم شايفين كده الستارة على الشباك. الشباك ده كان المفروض يكون في الوسط بس عملناه كده لان كان موجود مكانه بالفعل. فزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي ادي الركنه، والركنه دي طبعا كان عندي برضو فوق، والحمد لله ان مقاسها يجي نفس المقاس اللي فوق. اي نعم في حته كده فرقه بين الركنه وبعضها، بس مش مشكله، مش اللي هي ظاهره قوي. لو حطيت شجره ورد حداريها، لو حطيت سله حداريها. وزي ما انتم شايفين عملت المكتبه ديت برضو بين العمودين وبعضهم، لان ما كانش في اي حاجه هتتحط في المكان ده خالص. المكان ده كان هيكون فاضي، فحبيت ان انا اعمل المكتبه ديت واحط عليها طبعا الانتيكات والورد. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي التكييف ده طبعا حطيناه على الحائط في الوسط كده، كان هيحطوه لي على جنب بس انا قلت لا خليه في الوش. كان هيخلوه لي جنب الستاره من على اليمه الشمال. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. ودي السجادة طبعا اللي انا اشتريتها جديد وحطيتها برضو، واشتريت الحافظة دي معاكم وحطيتها برضو بالشكل اللي انتم شايفينه ده. زي ما انتم شايفين كده
وبخلي طبعا الترابيزة في الوسط كده عشان طبعا لو في ضيوف او كده، والسلة على جنب اهي. وفي سلة كمان برضو كنت حطاها جنب الركنة من الناحية التانية. زي ما انتوا شايفين دي غرفة الاطفال اهي، حاطة قدامها برضو حتة مشاية كده صغيرة. فزي ما انتوا شايفين ده الريسبشن بتاعي. ودي طبعا الستارة اللي بتدخلني على المطبخ وعلى الحمام وعلى غرف الباقية، يعني طرقة التوزيع. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، عملنا طبعا بيت للستاير زي ما انتوا شايفين كده اهو. والريسبشن هادي وبسيط جدا زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. ده المكان اللي انا بقول لكم عليه ما بين الركنة وبعضها، الفرق اللي ما بين الركنيتين وبعضهم. فزي ما انتوا شايفين كده حطينا الشاشة هنا على العمود، لان طبعا ده انسب مكان. في ناس قالت لي شيليها وخليها في الجنب التاني، الجدار اللي جنب باب الصالة وجنب الغرفة، الجدار ده. فده بيكون الواحد داخل وطلع على طول، والاولاد داخلين طالعين ممكن يكسروها، لو في ايدهم خشبة او مقش او كده ممكن يكسروها. انما هنا العمود حافظها كده على جنب ومحدش بيجي في الجنب ده. فزي ما انتوا شايفين تعالوا بقى ندخل على غرفة الأطفال ونسمي الله. زي ما انتوا شايفين دي غرفة الأطفال بتاعتي، بسيطة خالص وهادية خالص، ما فيهاش أي افتكاسات، ما فيهاش غير السريرين والكومودينو والدولاب. زي ما انتوا شايفين كده انا حاطه البطاطين هنا لان طبعا الاولاد ساعات بيسقعوا، فسايباهم كده زي ما هم. بسيب الخفيفه الحمراء ديت وبدخل الباقي جوه الدولاب. بس انا كنت حطهم في الشمس يشمسوا كده، بطلعهم كل شويه كده يشمسوا في الشمس من الدواليب، واحطهم تاني في الدولاب لانهم كانوا مغسولين. فزي ما انتم شايفين الغرفة بسيطة وما فيهاش أي كركبة ولا أي حاجة. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، هادية وما فيهاش أي حاجة، حتى ما عليهاش ستارة. إن شاء الله نعملها مع بعض إن شاء الله كده قدام. فزي ما انتم شايفين اهو يا حبايبي. وإن شاء الله كده برضو أجيب لها سجاد، لأن السجاد ده اللي عندي قديم، يعني مش اللي هو جديد، لأ. لأن طبعا اللي ما يعرفش إن أنا عندي شقة تانية ايجار كده فقاعده فيها علشان طبعا الدراسه، انما البيت هنا بعيد عني المدارس. زي ما انتم شايفين كده انا بطلع منها على طول على الريسبشن. ودي طبعا الطرقه بتاعه التوزيع اللي بتدخلني طبعا على المطبخ على يميني اهو. وفي غرفتين تانيين على الشمال. غرفة كده فاضية حاطة فيها الرز وحاطة فيها شوية طلبات هوريها لكم كده. ودي بقية الطرقة بتدخل طبعا اليمين ده حمام، والشمال دي غرفة النوم بتاعتي. تعالوا كده ندخل على الغرفة الشمال اللي هي اللي انا بقول لكم عليها. ادي الطرقة اهي، عدينا طبعا من غرفة الأولاد، ودي الغرفة الفاضية اللي الأولاد بيلعبوا فيها ممكن يذاكروا فيها. فزي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي الغرفة ما فيهاش اي حاجة غير الشلت دي وخداديتين كده حطاهم للاولاد طبعا وهم بيلعبوا، والفريزر والرز بتاعي، وشنطة كده حاطة فيها طبعا الهدوم الشتوية. فزي ما انتوا شايفين كده ما فيهاش اي حاجة، فيها حاجات بسيطة جدا. وثبت الغسيل طبعا، لما بلم الغسيل بحطه فيه. ولما بقى طبعا بيكون في غسيل عايز يتغسل برضو هنا بيكون الغسيل. فزي ما انتوا شايفين كده بسيطة خالص، وانا سايباها كده فاضية عشان طبعا الاولاد يلعبوا فيها. وفيها طبعا المروحة. فزي ما انتوا شايفين هي ما فيهاش اي حاجة تانية اهو يا حبايبي. وبحط فيها طبعا السجادة اللي بيكون مغسول وبيكون نظيف، لان انا عندي سجادة زيادة. وبحط فيها طبعا لو في اي حاجة مغسولة كبيرة يعني بحطها فيها. فزي ما انتوا شايفين كده ده ثبت الغسيل. وتعالوا بقى نطلع على المطبخ اهو يا حبايبي. ما شاء الله ما شاء الله، البيت ده لما خدناه المساحة بتاعته كبيرة. ولما دخلنا كمان المحلات اللي انا بقول لكم عليها وسعت كمان في البيت اكتر. لان البيت كان 3 غرف بس، كان المفروض 3 غرف وصالة، او غرفتين وصالتين. بس لما وسعنا لا، انتوا شايفين الفرق طبعا وشايفين المكان. ده المطبخ اهو، طلعت من الغرفة في وش المطبخ على طول، وده المطبخ بتاعي اهو. تعالوا كده، المطبخ واسع وكبير جدا ما شاء الله يعني. فزي ما انتوا شايفين ادي المطبخ عبارة عن مطبخ امريكان كده مفتوح على الطرقة. فزي ما انتوا شايفين كده ادي البار اهو،
المطبخ بتاعي اهو. يا ريت يا حبايبي لو لسه مستمرين معايا لحد هنا، يا ريت ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الزر الاحمر اللي تحت الفيديو، وتدوسي على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجي عليه ويوصل لك اشعار بيه، واللايكات عشان الفيديو يوصل لاكتر عدد من الناس. وادعوا لي دعوة حلوة كده بصلاح الحال، وربنا يكرم كل اللي عايز يا رب، وربنا يرزق كل مشتاق بما يشتاق. فزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي اهو يا حبايبي، دي دخلة المطبخ كده زي ما انتم شايفين، والمكان ده كله فاضي اهو. انا كنت حابة احط التلاجة هنا او اجيبها جنب المطبخ من جنب البار، فلما جيت ولقيتهم نقلوا، لقيت اللي ركب لي المطبخ ركبهولي في الجزء اللي انتوا شايفينه ده، الجزء اللي على اليمين. فانا كنت حابة ان هو يخلي المطبخ شمال شوية، يتخروا مكان التلاجة كده، واجيب التلاجة في الاول هنا، يعني احطها جنب البار على طول. فزي ما انتم شايفين انا قادرة ان انا ازق القطعة اللي تحت، بس اللي فوق لازم هو اللي يجي ويركبها ويطخرها لي جنب التلاجة او في المكان بتاع التلاجة. وزي ما انتم شايفين ده باب منور كده، المنور ده طبعا بيكون فيه طلبات، بيكون متفتح فيه شباك الحمام والمطبخ، وبيكون فيه الشبابيك اللي انتي بتاعة الداخلية بتاعة البيت. فزي ما انتم شايفين كده ده البوتاجاز بتاعي. طبعا انا جبته جديد لما نزلنا تحت هنا، لان اللي فوق كان عندي البوتاجاز السطحي كلكم شفتوه وكلكم عارفينه. وده الحوض بتاعي اهو زي ما انتم شايفين، ودي المطبقية اللي فوق الحوض، حاجة بسيطة كده على ما تفرق كده ونعمل ان شاء الله نقفله ونكمله كله. فزي ما انتم شايفين كده اهو يا حبايبي، بسيط خالص. ودي الغسالة بتاعتي، وحاطة التربو ده جنبها كده، حاطة في البرسيل والكلور والباور والحاجات دي كلها، عشان طبعا مستلزمات الغسالة ومستلزمات الحوض والسلك والمواعين وكده. وزي ما انتوا عارفين زي ما انتوا شايفين اهو يا حبايبي. وطبعا الانبوبه ديت او البومبه ديت هطلعها بره، لان انا حابه ان انا اجيب التلاجة مكانها او احط التلاجة في المكان اللي انا قلت لكم عليه. فادوني فكره كده وادوني افكار وقولوا لي اعمل ايه، واحط التلاجة في المكان هو. هل لو حطيتها هنا هتقفل لي الدخله بتاعه المطبخ، ولا احطها جنب البار زي ما انا قلت لكم؟ فقولوا لي في التعليقات وهستنى رايكم. انا ما رضيتش اغير اي حاجه لما انزل لكم الفيديو ده، فيديو الجولة. فزي ما انتم شايفين مكانها الصراحة مش عاجبني، لانها واكلة المطبخ وجنب الدهون وجنب البوتاجاز. فزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي اهو، المطبخ ما شاء الله كبير واقدر. وطبعا انا هشيل الحجارة اللي تحت المطبخ ديت وانزل المطبخ على الارض، منه للارض هو بعجل، وازقه مكان التلاجة، واجيب التلاجة في الاول بس لما الراجل يجيلي عشان يزق لي القطعة اللي فوق. فقولوا لي في التعليقات امشي على انهي وضع، وممكن احط البوتاجاز مكان التلاجة. فقولوا لي اعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، الغلطة الوحيدة اللي انا عملتها في المطبخ اللي انا ما شلتش الباب بتاع المنور ده وخليته شباك، لان الاولاد لما بيدخلوا فيه، لان طبعا انا حاطه فيه حمام وحاطه فيه شويه مستلزمات كده، الاولاد لما بيدخلوا بيبهدلوا لي المطبخ. فزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، هنا كنت بشرح لكم ان الراجل بتاع الفلتر كان هيحط لي الفلتر فوق الحوض، بس انا قلت له لا، حطه لي تحت الحوض عشان طبعا الشكل، وعلشان طبعا المنظر. وده طبعا البوتاجاز بتاعي زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. ادي المطبخ اهو. قولوا لي في التعليقات، هستنى تعليقاتكم وهستنى اللايكات الكتيره اللي هترفع معايا الفيديو باذن الله، عشان طبعا نوصل لاعلى عدد من المشاهدات ونوصل كده ونكون اكبر عيله. فزي ما انتم شايفين كده اهو. وكان على التفصيلة القديمة كان حمامين، دلوقتي بقى حمام واحد اللي انا بشاور لكم عليه. فزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، ده المطبخ اهو. هستنى تعليقاتكم، هستنى رأيكم، تقولوا لي اعمل ايه في التلاجة وفي البوتاجاز برضو. فزي ما انتم شايفين كده هنطلع طبعا من المطبخ ونروح على غرفة النوم والحمام اللي باقيين معانا. فزي ما انتم شايفين كده ده المطبخ اهو، ودي الطرقة اهي. طبعا صورنا معاكم الجزء اللي ورا. وده الحمام اهو اللي جنب المطبخ على طول في وش غرفة النوم. فزي ما انتم شايفين الحمام بسيط وما فيهوش اي حاجة. هو عيبه الوحيد ان هو كنز شوية، يعني ضيق شوية. كان في البداية الحمام اللي انا وسعت بيه الغرفة بتاعة الريسبشن كان كبير، فكان ممكن ان انا اعمل فيه بانيو.
فالحمام ده صغير جدا ما ينفعش اغسل فيه طبعا سجاد او اغسل فيه اي حاجات تانية. فتعالوا كده معايا يا حبايبي ندخل طبعا على غرفة النوم واخر غرفة معانا. زي ما انتم شايفين كده انا كده واقفة على الباب، والغرفة برضو بسيطة وما فيهاش اي كراكيب، هي عبارة عن السرير والدولاب والتسريحة والكومودينات. فزي ما انتم شايفين كده التسريحة انا مفضية كل اللي عليها عشان طبعا بنوت الصغيرة ما تكركبليش الدنيا وما تكسرش اي حاجة. فزي ما انتم شايفين كده ادي السرير اهو، وده الدولاب كده زي ما انتم شايفين. الغرفة فيها شباكين، شباك الدولاب قافل عليه والشباك التاني جنب التسريحة. فزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي انا كنت في البداية حابة ان انا احط الدولاب مكان التسريحة والسرير في وش الباب والتسريحة مكان السرير، او التسريحة في وش الباب والسرير زي ما هو. فزي ما انتم شايفين كده ده اللي النجار اختاره وقال نقفل الشباك اللي على الشارع ونسيب الشباك اللي على الجنينة. فزي ما انتم شايفين كده سيبنا الشباك اللي على الجنينة، وطبعا في تكييف في الغرفة عشان طبعا يكون التكييف ناحية الجنينة ما يكونش في الشارع. تعالوا كده نطلع على بره، وزي ما انتم شايفين كده دي الطرق اهي كده احنا طالعين طبعا على المدخل بتاع البيت اهو. زي ما انتم شايفين كده المدخل بتاع البيت او بير السلم اللي بيطلعني على الشقة اللي فوق واللي بيطلعني على البوابة الكبيرة اللي بتطلع في الشارع. فزي ما انتم شايفين كده ده السلم اللي بيطلع على الشقة بتاعتي اللي كنت قاعدة فيها وبيطلعني طبعا على السطوح. زي ما انتم شايفين ده المدخل ما شاء الله واسع وينفع اغسل فيه السجاد بدل الحمام. فزي ما انتم شايفين دي البوابة الوسطانية يعني اللي قافلة على المدخل، ودي طبعا الجنينة. زي ما انتم شايفين كده الجنينة بتاعتي بسيطة وفيها كده شوية زرع بسيط برضو، ودي البوابة اللي قافلة بقت على البيت كله، محوزة كده على البيت كله. وده السور الأبيض ده اللي حايز على البيت برضو، ودي عجلة كده برضو حاطينها والأولاد بيلعبوا في المكان ده طبعا. والجنينة ما فيهاش اللي شوية شجر بسيط، شجرة عنب وشجرة ليمون واشجار تانية لسه ان شاء الله هنشوفهم هيطلعوا ايه. فزي ما انتم شايفين عملت المنشر الحديد برضه عشان اعرف انشر عليه الهدوم بتاعتي والملايات الطويلة. فزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي دي الجولة بتاعتي في البيت. يا رب يكون الجولة عجبتكم كده ونالت رضاكم ونالت اعجابكم. وهنا بيكون وصلنا لاخر الفيديو. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الزر الاحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجي عليه. والى اللقاء في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.